السلام عليكم، وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير. حبيت نحكي معاكم شوية يعني على كل قورة اللي تلقاهم في أوروبا ولا في أمريكا، يتفرجوا في الأخبار كيفاش الصهاينة يقتلوا في الأطفال ودمهم شرتلة ونساء عزايز ورجال كبار، وكيفاش يقتلعوا في الناس من أراضيهم، وكيفاش يحطوا في الناس في السجون نساء وحتى أطفال، ويبداو متحمسين وفرحانين ويصفقوا ويعيطوا وما تفهمش علاش معناها. وهما النهار كامل معناها نتنياهو يا معذبهم، لا رجوع الى الوراء، نتنياهو كولنا نتنياهو هكاك، ما تفهمش علاش معناها شنو اللي ثم عليه. بخلاف انه برشا بهامه يعني حقد وغل وحاجه قذره معناها، وما يحبوش يفهموا، حتى وقت اللي تجي تحب تفهموا ما يسمعكش وراسه يوجعوا. السلالة هذه خاطر سلالة كاملة موجودة في برشا بلايص في العالم، ثم بلايص هكاك يهزوا رجال أعمال يحطوهم في الحبس هذوما فرحانين، يهزوا إعلاميين يحطوهم في الحبس فرحانين، نشطاء مجتمع مدني فرحانين، رجال سياسة ومعارضين يحشيوهم في الحبس بلا محاكمة عادلة فرحانين، ويبدأوا متحمسين وعادي عادي يعني. مجموعة من المرضى موجود منهم في العالم الكل يعني، وهما أخطر ما ثم. الجماعة هذوما لو كان جاو، خاطر جاو صدفة في بلدان أخرى، لو كان توجدوا في الأراضي المحتلة، هما راهم جنود الصهيونية اللي يقتلوا في الأطفال ويذبحوا في الناس ويشردوا في العباد من أراضيها، وربما زاد راهم من المستوطنين وراهم يعيطوا نتنياهو لا رجوع إلى الوراء، كلنا نتنياهو يا معذبهم. سلالة والعياذ بالله يعني، ربي يسترنا منها. والسلام عليكم ورحمة الله.